كان في حد بيحكي انه جاله راجل يقول له انا مشكلتي مع مراتي ان هي ما بتشتغلش ومش مقدره اللي انا فيه. فقال له طب احكي لي كده عن يوم مراتك عامل ازاي وكده، عايز يشوف الست ممكن تكون مضغوطه، ممكن يكون في حاجه مضايقاها. فقال له لا عادي، هي بتصحى بدري قبلنا تقريبا بساعه علشان تحضر للولاد السندوتشات بتاعتهم وتحضر لنا الفطار ومش عارفه ايه، وبعدين تصحي الولاد تقعد تخانق معاهم عشان يصحوا، وبعد كده تلبسهم علشان ينزلوا الباص. انا طبعا ببقى بلبس انا وبخلص حاجتي لان طبعا هي ما بتشتغلش، فطبيعي ان هي تعمل كده. وبعدين بتلبسهم وتنزلهم الباص، وبعدين بتبتدي ترجع البيت، تبتدي توضبه وتنضفه ومش عارفه ايه، اصل هي ما بتشتغلش فطبيعي ان هي تعمل كده. وبعدين بتدخل المطبخ تطبخ وتجهز الغدا علشان لما نيجي الدنيا تبقى جاهزه. فطبعا عقبال ما بتخلص ده كله بنكون احنا خلاص بقى يعني ايه، العيال جايين من المدرسه وبتاع، فبتقعد تتخانق معاهم علشان يعملوا الواجب وتقعد تغديهم. ما هي طبيعي، ما هي طبيعي ان هي اللي ذاكر لهم عشان هي ما بتشتغلش. ايوه فعلا. وبعدين بتقعد بقى مثلا تحكي لهم قصص قبل النوم وتقعد تتخانق معاهم عشان يناموا علشان يعرفوا يظبطوا نومهم عشان يعرفوا يصحوا. طبيعي ان هي تعمل كده، انا ببقى عندي ملهاش شغل حق. فما بتشتغلش. أيوة. فالمهم قال له ايه، قال له هو حضرتك بتقبض كام؟ فراح قال له مبلغ معين. قال له انت بتشتغل كام ساعه؟ فراح قال له مثلا 8 ساعات. فراح قال له طب تخيل مراتك بتشتغل كده كام ساعه، انا لو منها اطلب منك مرتب ضعف اللي انت بتاخده في الشغل بتاعك. بقى مراتك بتعمل كل ده وفي الاخر بتقول هي ما بتشتغلش، ومشكلتي معاها انها ما بتشتغلش فمش مدركه اللي انا فيه. طب انت جرب تعيش عيشتها دي وشوف هتستحملها ولا لا. كانت الفكره دي بالنسبه لي علامه كبيره قوي انه قد ايه احنا ساعات ما بنديش الاشياء قيمتها الحقيقيه. يعني كانت برضو من القصص المؤثره جدا، يقولك اكتر واحد تقول له انا تعبانه جدا، انا مضيعه حياتي على اولادي، انا محتاجه يكون ليا كارير ويكون. قال لها طب لو شغلتك في محل جزم، مصنع جزم، اوكي، وبعدين عملتي جزمه حلوه جدا واخدتي جايزه احسن جزمه في المصنع، هتبقي فرحانه؟ قالت له جدا. قال لها يعني انت هتبقي فرحانه لو عملتي احسن جزمه، مش هتبقي فرحانه لو عملتي احسن بني ادم؟ انت معياريتك ازاي؟ فعلا احنا شويه بقينا متلخبطه، عندنا المعايير، ما بقيناش شايفين الدنيا بحقيقتها. ما بقتش الستات والبنات حاسين بقيمه اللي هم بيعملوه. بقى الراجل بيبذل ويعمل اللي هو يقدر عليه كله علشان ولاده، وبرضه حاسس انه مش كفايه، وان لازم اعمل اكتر، وان لازم اوصل لحاجه اعلى. فالدنيا بتتلخبط عندنا ونفسيتنا بتبوظ جدا على حاجات احنا لو شفناها بحقيقتها هنرتاح جدا. ده حقيقي الموضوع ده. وكمان انا كمان يعني بشوف بنات كتير بتكتب على الجروبات انا اتجوزت بعد الجامعه على طول ومش بشتغل ومخلفه، عندي مثلا 3 اولاد وحاسه ان انا حياتي فاضيه مش عارفه اعمل فيها حاجه، نفسي اكون ناجحه، نفسي احس بالانجاز، نفسي احس انه انا معايا فلوس وعندي استقرار مادي. تلاقي بقى التعليقات كلها ايه، اشتغلي كذا، يعني بيقولوا على شغلانات حلول وظائف حقيقيه. اشتغلي مثلا مدرسه عشان تيجي بدري فتح تعملي الغدا ومش عارفه ايه وكده. ببقى نفسي ادخل اسالها، انا صراحه ما بحبش اشترك في اسئله البنات دي، بتبقى مش ألذ حاجه يعني. بس انا كان نفسي اسالها قوي، اقول لها ايه معنى النجاح بالنسبه لك، وايه معنى الانجاز بالنسبه لك، وايه معنى الاستقرار المادي بالنسبه لك. كنت يعني شبه من سؤالها مش عايزه احكم قوي يعني، بس كنت هبقى متوقعه اجابتها شويه، شبه اجابه يعني، اللي هو ان انا مثلا اشتغل في شركه اقبض مثلا بال10,000، البس لبس معين في سلم وظيفي بترقى فيه، واكون ناجحه في البتاع ده في الشركه، اجيب واحده تعمل هي الاكل والغدا، اجيب واحده تنظف البيت، كل الكلام ده. فهل ده بقى واقع يعني؟ هل ده بقى حاجه اساسيه اصلا ان احنا الست تشتغل وتجيب حد يعمل لها البيت، يبقى في واحده مثلا معاها في البيت لازم قاعده كده معاها ليل نهار هي وجوزها، ولازم تنزل تشتغل؟ يعني هو هل بقى مفروض ولازم، ولا دي حاجه بتحصل يعني على حسب ما الراجل والست بيتفقوا، على حسب ما وحسب الظروف بتاعتها وحسب الظروف الماديه. يمكن واحده فعلا نازله محتاجه، فعلا محتاجين ده ضروريات البيت، مش نازله كرفاهيه او تحقيق ذات معين. فاحنا ربطنا تحقيق الذات للستات بان هي تخرج عن بيتها وتشتغل، تفضل قاعده بتاع 8-9 ساعات بره البيت، جوزها يرجع يستناها مثلا. فالربط ده لا، وترجع خلصانه، ترجع خلصانه، مش قادره بقى اصلا تتعامل مع العيال خالص. هي اصلا في البيت، وهي في البيت بيرجع يلاقيها خلصانه كده شغل دايما ماما تقول لي ايه، هي ست البيت بتقعد، دايما ماما تقعد تقول لي كده، ست البيت بجد بقى بتقعدش، هي دايما وراها مهام، دايما وراها حاجات بتعملها، هي دايما مشغوله. فلما انا استبدل وجودي بوجود واحده تانية،
وابقى طول اليوم بره البيت، واصلا العالم الخارجي بره. انا بحس قوي ان من صعب قوي. رحمه ربنا والله العظيم انه خلانا مش نستقر في واجب بيتنا. علينا ان احنا مش واجب فعلا. ان ساعات انا ببقى راجعه من البيت، انا بيتقدر الراجل في الحته دي، ان هو حبيبي راجع مش قادر يتكلم مع حد، عايز يحس باستقرار نفسي واستقرار عاطفي معين. شاف كتير. فهو العالم الخارجي صعب ومؤلم، بتشوفي حاجات صعبه، بتتناقشي مناقشات متعبه. فانت تبقي هنا كده عامله دور الراجل بالظبط، ونفس عدد ساعاته. فطبيعي هو يطلب منك اصلا احتياجاته، انك تقعدي معاه، تحضري له الغدا، تشوفي مذاكره العيال. فطبيعي البيوت بقت مش مستقره بسبب الموضوع ده، ان الست بقت عايزه تبقى زي الراجل. ليه؟ انا ما اعرفش. او مين اللي خلاها ربطت انه تحقيق الذات او النجاح بان هي تشتغل تبقى زيه. فبقى عندنا معياريه عاليه جدا للانجاز والنجاح، خلت الستات ولا شايفه الجواز كفايه، ولا شايفه جوزها كفايه، ولا شايفه ان هي تربي وتصنع انسان زي ما انت قلتي كده كفايه. التربيه بالنسبه لهم بقت شيء عادي جدا، ملوش بدليل ان قيمة. احنا بنشوف اجيال غريبه جدا طالعه. فكل الكلام ده ليه علاقه بانه انا شايفه النجاح والانجاز ازاي. وكمان في حاجه كمان يعني برضو صعبه قوي في الزمن ده، كورسات الكتير. تلاقي ست بتشتغل ومتجوزه ومخلفه، بتاخد لها بتاع 20 كورس كده، ايه فراغ كده، عندها بس ربع ساعه في اخر اليوم فتاخد تريم لك كام العيال ولا كورس كده ايوه تاخد كام كورس كده. جوايا ده انجاز. ان انا اقدر اقعد مع زوجي قاعده كويسه زي اللي انت كنت بتتكلمي عنها، ده انجاز. اني اخر اليوم اعرف اقعد اتكلم مع ولادي ويطلعوا لي ويحكوا لي اليوم بتاعهم، ويقولوا لي مواقف من اللي مروا بيها، وانا اعلمهم وهديهم من حاجات ضايقتهم، واعلمهم ازاي يتعاملوا في حياتهم، واعلمهم مهارات، ده انجاز. فازاي احنا بننسى كل الانجازات دي وبنركز على نوع واحد من الانجاز، ان هو فلوس او ليفل منصب او كده. ففعلا بقينا محتاجين نعيد ده تاني، لان مش هو ده النجاح. والاحصائيات الجديده بتقول كده، بتقول ان في ناس كتيره جدا من اللي وصلت لليفل عالي جدا في الفلوس ما عندهاش سعاده، وناس تانية من اللي وصلوا لليفلز كبيره قوي في مش عارفه السلم الوظيفي ما عندهاش سعاده، وناس تانية ما اعرفش من اللي ساكتين ازاي ما عندهاش سعاده، او ناس تانيين لقوا سعادتهم هي نفسها للناس اللي عايشه مثلا في بيت بسيط قوي حاله. طب يعني ناس سعيت في سعيها ان هي بتجمع فلوس ليه؟ عشان ولادي ومراتي يبقوا مبسوطين. طب انت قعدت تسعة انك تجمع فلوس لدرجه ان ولادك ومراتك ما بقوش مبسوطين، فانت بتجمعها دلوقتي لايه؟ ومش شايفينك اصلا في حياتهم كمان، يعني وجوده كمان هو كأب وكزوج في البيت اهم مليون مره من الفلوس. المفروض يعمل البالانس ده برضه. بالظبط. فهي حته ان احنا نعيد تاني معيارتنا للانجاز والنجاح، لان ده هيفرق جدا 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 في الطريقه اللي بننظم بيها اولوياتنا في حياتنا بشكل عام، والقرارات اللي بناخدها، اشتغل ولا ما اشتغلش، اشتغل الشغلانه دي ولا لا، دي هتخلص طاقتي، دي هتخلي عندي شويه طاقه، دي هتخليني احسن مع ولادي، لا دي هتخليني عصبيه جدا، وهكذا. ده هتخليني كراجل اعرف اقعد مع ولادي شويه واربيهم، لا دي هتخليني منعزل عنهم جدا. فالاولويات دي لما بترجع وتتظبط صح جدا، دي قرارات يعني في الحياه تبقى مظبوطه.